عارفين ليه صيام أمنا العذراء 15 يوم بس؟ الست العذراء عرفت بالروح إن ميعاد انتقالها جه، واجتمع كل الرسل حواليها عشان يكونوا معاها في اللحظة دي، إلا واحد بس، وهو توما الرسول، لأن توما كان بيبشر في الهند وبيخدم هناك. لكن لما رجع توما من الهند راح يزور أمنا العذراء ويطمن عليها زي عادته. اتفاجأ إن الرسل بيقولوله إن العذراء انتقلت ودفنوها. توما اتصدم جدا، وزي ما احنا عارفين توما بطبعه كان بيشك في أي حاجة، وما كانش يصدق إلا لما يشوف بعينيه. فقال لهم: أنا مش هصدق ولا كلمة من اللي بتقولوه ده إلا لما أشوف بعينيا. أنا عاوز أروح المكان اللي انتوا دفنتوا فيه أمنا العذراء. وساعتها استعدوا كل الرسل عشان يروحوا القبر اللي اتدفنت فيه أمنا العذراء، ولكن لما وصلوا لقوا إن جسد أمنا العذراء مش موجود. كل الرسل اتخضوا وقالوا في نفس واحد: إيه ده؟ هو إيه حصل؟ راح فين جسد أمنا العذراء؟ راح فين صحيح جسد راح أمنا فين؟ العذراء؟ صحيح راح فين؟ معقولة ربنا سمح أنا مش بكده؟ مصدق لا لا عينيا. لا لا أنا مش مصدق. أيوة، جسد إزاي؟ أمنا العذراء. وهنا وقف توما وقال: وأنا راجع من الهند شفت في السما 2 ملايكة شايلين أمنا العذراء وطالعين بيها في السما، وفجأة نادى ملاك من الاتنين وقال: تعالى يا توما، تعالى خد بركة جسد أمنا العذراء. وجريت عشان أشوف إيه اللي بيحصل، ولقيت حزام أمنا العذراء وقع وخدته. ولما سمع الرسل كلام توما وشافوا الحزام معاه، قرروا ساعتها إن هم هيصوموا عشان ربنا يكشف ليهم عن مكان جسد العذراء. وفعلا صاموا 15 يوم، وبعدها أعلن ربنا ليهم إن جسد العذراء صعد فعلا. وكل صوم عذراء وانتوا طيبين.